بتستخدم ايفون لازم تشوف الفيديو ده. ناس كتير قوي بتسالني ازاي تكتب كلمه لاف هنا تحت، او تكتب اسمها، او تحط اي علامه، او تكتب اسم شخص بتحبه في المكان اللي هنا بره على الايفون. اول حاجه هتعملها هتدخل على السيتنجز او الاعدادات بتاعه التليفون، وهتلاقي كلمه اسمها فوكس او التركيز. دوس على فوكس وهتلاقي هنا علامه زائد في الاول خالص. دوس على علامه الزائد واختار اول اختيار اللي هو كاستم او متخصص. دوس على كاستم واكتب هنا مثلا انا هكتب لاف، وجنب كلمة لاف اللي انا كتبتها دي ممكن اختار انها تبقى باللون ده، واحط جنبها اي علامة، مثلا علامة القلب، وادوس نيكست. وبعد كده هيقول لي كاستمايز فوكس، هقول له اوكي. وبالشكل ده هخرج بره وانزل من فوق والاقي هنا في كلمة اسمها فوكس. لما ادوس عليها بيديني مجموعة من الاختيارات ومن ضمنهم اختيار لاف. لما ادوس عليه وبعد كده مثلا انت هتقوم ايه قافل تليفونك، لما تليفونك يتقفل ده اللي هيحصل. هتلاقي هنا في كلمة لاف ظاهرة وجنبها الايموجي او العلامة اللي انت اخترتها. ولو عايز تعرف اكتر على السوشيال ميديا ماركتنج ادخل على داش ايجنسي، اللينك في البايو. وانا تامر. وفي الاخر بقى ما تنساش تعمل سيف للفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديدة.